يوجد 3 أسرار مفاجئة وراء طلب الدولي البوركينابي يوسف دايو قائد فريق نهضة بركان المغربي الرحيل فورا عن بطل الدوري. كيف يخشى اللاعب المخضرم مكر المدرب معين الشعباني؟ وما هي وجهته القادمة؟ قائد نادي نهضة بركان المغربي لكرة القدم الدولي البوركينابي يوسف دايو صاحب 33 عاما فاجأ المدرب التونسي معين الشعباني بطلب إنهاء تجربته الاحترافية مع الفريق بطل الدوري المغربي في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، وذلك من أجل الانضمام إلى أحد الفرق القطرية في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية بعد 9 سنوات قضاها محترفا في الدوري المغربي، وذلك بقميص نهضة بركان قدم فيها أداء باهرا. ويبدو أن أيام قائد منتخب بوركينا فاسو يوسف دايو أصبحت معدودة في فريق نهضة بركان بعدما أبلغ رئيس النادي حكيم بن عبد الله برغبته النهائية في الرحيل وعدم استعداده للبقاء إلى حين نهاية عقده الذي جدده في وقت سابق، وذلك في ظل توصله بعروض مغرية وبخاصة من قطر والبحرين. موقع العربي الجديد كشف أن النجم يوسف دايو تشبث بقراره المغادرة رغم كل المحاولات المبذولة لثنيه عن ذلك القرار، خصوصا بعد الحديث عن توصله بعرض قطري تم وصفه بالمغري، ولهذا السبب غاب عن تدريبات الفريق البرتقالي منذ 3 أيام. ويبدو أن رئيس نهضة بركان حكيم بن عبد الله تفهم رغبة اللاعب يوسف دايو في الرحيل ولن يعترض على ذلك تقديرا لما قدمه من تضحيات طوال السنوات التي أمضاها في النادي. لكن هناك كواليس أخرى وراء إصرار يوسف دايو على الرحيل، وهي دوافع خفية من بينها عدم انسجامه مع حارس منتخب المغرب منير المحمدي صاحب 35 عاما، إذ يرى كل منهما نفسه القائد الحقيقي الذي عليه أن يؤثر في المجموعة. ففي الوقت الذي يستند فيه المحمدي إلى مكانته الدولية حارسا لمنتخب أسود الأطلس وأيضا تجربته الاحترافية في أندية أوروبية وعربية عملاقة، بينما يتشبث المدافع يوسف دايو بضرورة احترام مكانته قائدا لمنتخب بوركينا فاسو، بالإضافة إلى عامل آخر قد يكون الدافع الأساسي للتمسك بقرار المغادرة، ويتمثل في تعاقد نهضة بركان مع المدافع التونسي المخضرم أسامة الحدادي صاحب 33 عاما بإلحاح من المدرب معين الشعباني، إذ يخشى النجم البوركينابي ألا تمنح له دقائق لعب كافية للاستعداد الجيد لبطولة كأس إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب ما بين 21 من ديسمبر وحتى 18 من يناير القادمين. ورغم مشاركة نهضة بركان في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل 2025-2026 إلا أن ذلك لم يؤثر على قرار يوسف دايو وإثنائه عن قراره في مغادرة بطل الدوري المغربي للمحترفين في الموسم الماضي. وساهم دايو في تتويج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أكثر من مرة، ويعد من الدعائم والركائز الأساسية في فريق نهضة بركان، وسيمثل رحيله ضربة فنية كبيرة للفريق البركاني قبل بداية الموسم الجديد، والذي ينتظر فيه الفريق تحديات كبيرة على غرار سعيه للحفاظ على لقب الدوري المغربي ومنافسة قوية في دوري أبطال إفريقيا.